اليوم خلي الحين يرغين. هذه اللي الحمص معاي سويته مع زيت الزيتون وفاصوليا. صلحت للصباح للعيال فاصوليا ونزلته على التيك توك. وهذا الاكل المهرجان اللي فوق الميز وسخ من حق الصباح لما اكلوا العيال. عملت لهم شاهي اخضر هتخليه ياكلوا مساكن. ومزاجك على العلي انشراح. ما فيش معي كان الصباح كل يوم اروح بدري عشان ريتال عندي امتحانات. نخرج من البيت بدري الصباح بسرعة الساعة 7:30 عشان نوصل هناك 8 عشان ايش تروح هناك السكول. يتقرعوا هناك في السكول يتكلموا معاهم يخلوهم كده ريلاكس عشان ما يجيب لهمش يعني ضغوطات للأطفال مشعرش بتوتر. فين عندنا فهمتوا هكذا. والسكول تضحك معاهم مدرسة يتكلموا دا وينجوا مع بعض وكده تمام. احنا ايش باكل؟ لا ثقافة اكل ولا ثقافة حضارة ولا ثقافة لا ثقافة حضارة هلي بس ما عندناش ثقافة الاكل. ثقافة مثلا عندنا الدين عندنا كل شيء. ما عندناش ما علموش احنا والله يعني الاتيكيت البتيكيت كيف ناكل كيف نشرب كيف نكون سبورت نكون صحيين كيف نتعلم مع عيالنا كيف نعطي لهم نصايح دروس كيف مثلا زي دحين الآن يهيئوا لهم للمدارس لهذا فهمتوا. في السكول يتعاملوا كيف الرفق بالحيوان. دحين الآن يقتلوا الحيوانات يبودوهم. ايش هذا؟ واطفال صغار. التربية من الأم وتربية من السكول. أنت تعلم الطفل لين القلب وين من عين لا تدمع قلب لا يرحم. يعني القلب مش لين الله عبد الله منه. هذا ده لو عمل كده بحيوان قتله بيقتل البشر. عنده القتل عادي. مفروض تعلموا أولادكم انت الأمهات الرفقة. وبعدين هذيك اللي تقول لك أنا سافرت أوروبا سافرت دبي ما شفتش حيوانات. يا حبيبي لأن الحكومة مساعدة الحيوان رفق بالحيوانات. انت الحين تشتغلي مع الحكومة قل الحكومة تعملي رفق بالحيوان. تعلمي الأطفال بالمدارس تعلموا انكم تساعدوا الحيوانات تعملوا لهم ملاقة تعملوا كده. في أوروبا لا تشبهيش بأوروبا. بالدول حبيبي الخليج فين ودوهم؟ عملوا لهم نفس أوروبا. عملوا السيستم شلوهم بالملاقة ولده وخلص انتهى الموضوع. واللي يتبني واللي ده والباقين يمكن تخلصوا منهم عشان البيئة ولده حبيبي. بلد ما في بحيوانات ما في برحمة خلاص انسي. الزلازل والابتلاء هذا من قليل. حسبي الله عليك. بتحسب عليك ونقول ما اعرفش شو عندي كمان بطرح كمان ان شاء الله فيديو انزل على هذه لقالت